الله يسعد مساك وشكرا كثير على الاستضافة. اسمي أحمد. أحمد فضل. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أول شيء أنا كنت رح أترك قناتي على اليوتيوب بسبب ضغط نفسي ومسائل جدا شخصية، صراحة ماني حابة أحكي عنها حاليا بالوقت الحالي. طبعا لك يعني هذا الخيار خيارك طبعا، لكن قد يقول لك البعض أن اليوتيوب مشروع مهم جدا ولديك نجاحات كبيرة فيه. أنت لديك 5 ملايين متابع، الكل يحلم بربع هذا العدد. هل من السهل التخلي عن عادة يومية في هذا العمل بإمكانك يعني أن تحققي دخلا منها؟ صراحة ماني حابة أجاوب. لك الحرية أيضا ذلك. طيب إذا أردت أن توجهي، هل سيكون الترك لفترة محددة أم يمكن أن تعودي إلى تفعيل قناتك؟ هل هناك من سيحل محلك في هذه القناة؟ حاليا أنا تعبانة وما بعرف، رح أفكر إذا رح أرجع أو لا. بالنسبة للقناة، كيف كانت التجربة خلال السنتين الماضيتين؟ كيف وجدت مهنة اليوتيوبرز؟ هل هي مهنة تنصحين بها من يتابعك الآن؟ اللعب بالببجي مثلا. هلا الشهرة مش سهلة ومجال اليوتيوب مش سهل. أنا عشت سنتين كتير حلوة من حياتي باليوتيوب، الحمد لله قدرت أكسب قلوب كتير ناس، قدرت أكسب محبتهم ثقتهم، فبعتبرها مهنة كتير صعبة. طيب إذا كانت ليست سهلة، إذا أردت أن تنصحي ناس يحبون أن يكونوا يوتيوبرز في المستقبل، ماذا تقولين لهم؟ هلأ في إلى مساوئ وفي إلى محاسن، ما بقدر أنصح حدا أو أقول له دخول مجال يوتيوب أو لا. هل يمكن لي أن تسمي لي واحدة من المساوئ؟ بأي مكان مثلا، وين ما بروح وين ما بجي ما عندي خصوصية، بس إذا طلعت مع صديقاتي ما عندي خصوصية أبدا، التصوير وين ما رحت. كل شكر لك يا هديل العلي، كنت معي عبر خدمة سكايب من مرسين بتركيا، اليوتيوبر السورية أم سيف.